أنت سامعني؟ السنة دي وما تقلبش الفيديو، لإني غالبًا هاقول لك حاجة ما حدش قالها لك قبل كده. أنا فاهم أنت حاسس بإيه دلوقتي، وعارف أنت في أنهي حفرة، والغريب إني مش هاطبطب عليك، لإن للأسف أنا وقعت فيها قبلك. أنا محمود إبراهيم وأهلًا بيك في عالمي الخاص، المكان اللي مش هابيع لك فيه وهم اسمه التنمية البشرية، ولا أقول لك إن حياتك هتتغير في 30 يوم. أنا هاحكي لك عن الواقع زي ما هو. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك واشتراك، ويلا بينا في عالمي الخاص. كلنا بنوصل لمرحلة خصوصًا في العشرينات بنحس إننا لازم نوصل لأي حاجة، فلوس، عضلات، شهرة، علاقة، أي حاجة تخلّينا نحس إن إحنا بقينا حد واضح. تفتح السوشيال ميديا تشوف واحد معاه عربية، واحد عامل فورمة، واحدة حياتها شكلها مثالي، حد بيسافر كل شهر، حد بيقبض أرقام أنت حتى مش قادر تتخيلها، وفجأة تحس إنك متأخر والدنيا كلها بتجري وأنت واقف مكانك. بس اسمح لي أسألك سؤال، أنت فعلًا عايز إيه؟ مش عايز ترد بسرعة؟ فكر شوية، لأن في الغالب أنت مش عايز الفلوس ولا العضلات ولا الشهرة، أنت عايز الإحساس. الإحساس اللي أنت متخيل إن الحاجات اللي هتديها لك أو هيدّوه لك إنك تبقى مرغوب، إن الناس تشوفك مهم، إن حد يفتخر بيك، إن وجودك يبقى ليه قيمة. المشكلة إن عقلك ذكي بس ساعات بيضحك عليك أوقات كتير أوي، يقول لك أول ما تعمل فورمة هتبقى سعيد، أول ما تكسب فلوس هترتاح، أول ما الناس تعرفك هتحس بقيمتك. فتبدأ تجري وتتعب وتوصل لأول خطوة وأول يوم في جيم تحس إنك بقيت جامد، وأول مرتب كبير تحس إن الدنيا اتفتحت، وأول مرة حد يهتم بيك تحس إنك أخيرا وصلت. لكن بعد كام يوم ترجع لنفس الفراغ. ليه؟ لأن اللي كان ناقص جواك ما كانش عضلة ولا فلوس ولا إعجاب الناس، في حاجة لازم تستوعبها اسمها الرغبة. ما بتتجابش من بره، الرغبة الحقيقية بتتبني من جوه. لما تعرف انت بتعمل كل ده ليه، بتشتغل ليه، بتروح الجيم ليه، بتتعلم اصلا ليه، عشان الناس ولا عشان تبقى احسن نسخة من نفسك وترضي ربك. عارف المشكلة الحقيقية ايه؟ ان الناس كتير عايشة عمرها كله بتحقق اهداف مش بتاعتها، اهداف بصراحة على السوشيال ميديا واحلام فرضها المجتمع ومعايير كتبها الناس، عمرها ما عاشت حياتك اصلا. اسعى، اشتغل، اعمل جسم كويس، اكسب فلوس، اتعلم، سافر، اعمل كل ده، بس اوعى تفتكر ان قيمة الانسان في ان الحاجات دي او في الحاجات دي، دي وسائل مش اكتر، مش غاية. واخيرا، لو خرجت من الفيديو ده بحاجة واحدة فخليها هي دي. كل ما تحط هدف جديد اسأل نفسك سؤالين بس: انا عايز ده ليه؟ ولو وصلت له هيتغير ايه جوايا؟ ولو عرفت تجاوب بصدق توفر على نفسك سنين من الجري والتعب. وافتكر اسوأ حاجة ممكن تحصل للانسان انه يقضي عمره كله بيطلع سلم وفي الآخر يكتشف إنه كان مسنود على الحيطة الغلط. والسلام.